وقال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا يا إخواني وأخواتي الحديث العظيم، بالله اسمعوه بقلوبكم لا بآذانكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا كذا وأنت بين الناس تمشي في السوق ولا في مستشفى ولا في شارع ولا في بيتكم ولا في مدرسة ولا في جامعة ولا تمشي مع الناس ما تدري، والله من فوق يحبك أنت. قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا. شوف عباد الله ايش كثرهم، رب العالمين يذكر اسمك أنت. يا أخي إيش المرحلة اللي وصل لها الإنسان بالعبادة وترك الملذات المحرمة إلى درجة إن الله ينادي باسمك في السماء: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادى في أهل السماء، ملائكة قائمون يصلون، وملائكة راكعون، وملائكة ساجدون، وملائكة حملة عرش، وملائكة في البيت المعمور يحجون، وملائكة يكتبون أعمال العباد، وملائكة ما لها شغل إلا تسبح بحمد الله، وملائكة تتحكم بالجبال، وملائكة تتحكم بالمطر، وملائكة تتحكم بقبض الأرواح، وملائكة عظام وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل هالملائكة ينادى فيهم: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء. ملك يصلي يوضع حبك أنت في قلبه، ملك راكع يوضع حبك أنت في قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السماء في حديث عند أصحاب السنن رواه أبو الدرداء، يقول عليه حديث أبي ذر: قال: أطت السماء، يعني ثقلت السماء، وحق لها أن تأط، يحق لها تثقل. ليش؟ ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. يقول العباس بن عبد المطلب: مرة جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمرت سحابة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم للسحابة ثم قال: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. تدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا: ما ندري، الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. تدرون كم بين السماء الثالثة والرابعة؟ قلنا: ما ندري. قال: 500 عام. وبين الرابعة والخامسة 500 عام، وبين الخامسة والسادسة 500 عام، وبين السادسة والسابعة 500 عام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسمك كل سماء 500 عام. ثم قال: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. ثم قال: وفوق ذلك عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله. ثم قال: وفوق ذلك رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. شوف هالعظمة هذه كلها. وينادي الله في السماء يقول: إني أحب فلانا فأحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. اللي يحبه الله يضع الله له القبول. سبحان الله، تبدأ الناس تحبه، ما تدري ليش تحبه، لكن منذ أن ترى تقول: والله يا أخي إني حاب هالرجال، أو تقول الفتاة: والله إني حابة هالفتاة، حابة هالمرأة. طيب ليش؟ ما أدري، بس سبحان الله أحس بارتياح. ثم يوضع له القبول في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل. نعوذ بالله يا جماعة أن يصل الإنسان بالفجور إلى درجة أن رب العالمين ينادي جبريل ويقول: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه.
قال فيبغضه جبريل. قال ثم ينادى في أهل السماء، ملائكة تصلي وملائكة تبكي وملائكة تسبح وملائكة تقوم بعبادات متنوعة، كل هؤلاء يقال لهم يا ملائكة يا صالحين يا عباد إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. ليست القضية يا جماعة، والله ليست القضية إن احنا ندعي إن احنا نحب الله. القضية إنك تصل إلى مرحلة إن الله يحبك، إنك تصل بمرحلة في العبادة والطاعة والاستغفار والإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل، إنك تصل إلى مرحلة إن الله يحبك فيستجيب الله حتى دعائك إذا دعوت.